قبل الفاصل عرفنا ان بياناتنا هدف للمجرمين على جميع مستوياتهم، ودلوقتي الشيء المهم هو انك تعرف ازاي تحمي نفسك من سرقة البيانات بنسبة كبيرة، لان زي ما انت عارف وزي ما قلت لك مليون مرة قبل كده مفيش حماية بنسبة 100%. كل اللي بنعمله اننا بنقلل الخطر على قد ما نقدر. اول حاجة المفروض تعملها انك تشوف الايميلات بتاعتك والباسوردز وارقام التليفونات متسربة على الانترنت ولا لا. المعلومات دي هي الهدف الأول لأي حد عايز يفكر يخترق حساباتك أو حتى يستهدفك بأي هجوم إلكتروني عشان ياخد منك معلومات تانية أو حتى يبتزك بالمعلومات اللي معاه. محتاج تروح كده تدور على البيانات اللي قلت لك عليها دي على موقع مشهور جدا على الإنترنت بيحتفظ بنسخة من المعلومات المتسربة على مستوى العالم، وهو موقع Have I Been Bound. مجرد بحث على الموقع هيعرفك إذا كان تليفونك أو الإيميل بتاعك موجود في تسريب بيانات على الإنترنت ولا لأ. ولأن الموقع ده اللي بيديره حد معروف ومتخصص في أمن المعلومات والاعتبارات قانونية وأخلاقية، مش هتقدر توصل للبيانات المتسربة بشكل كامل، لكن هو على الأقل هيقولك إذا كان إيميلك أو تليفونك متسرب ولا لأ، ولو متسرب فهو متسرب على أنهي قاعدة بيانات. على سبيل المثال لو أنت كنت بتستخدم تطبيق سوافل مثلا وأنت عارف إن في اختراقات حصلت للتطبيق وتسرب منه بيانات العملاء، فأكيد لو عملت بحث على البريد الإلكتروني اللي كنت مسجل بيه في الخدمة ورقم تليفونك هتلاقيهم متسربين في قاعدة بيانات التسريبات دي. وهكذا بقى تقدر تعمل ده مع أي بيان يخصك مسجل بيه على أي خدمة على الإنترنت ممكن تكون بياناتها اتسربت قبل كده زي ياهو وفيسبوك وتويتر وغيرهم. الموقع كمان فيه خدمة ظريفة جدا اسمها نوتيفاي مي، ودي مفيدة جدا لو انت فجأة الإيميل بتاعك ظهر في تسريبات. بعد كده الموقع هيبعت لك إشعار تلقائي إن إيميلك اتسرب على الإنترنت في أي تسريب من التسريبات اللي بتطلع كل شوية. طبعا في مواقع تانية تقدر تدور عليها على ايميلاتك او كلمات السر بتاعتك او تليفونك في اي تسريب مهم، لكن معظم المواقع دي اما بفلوس او مش متاحة للعامة بسبب انها محتاجة اذن قانوني. الخطوة المهمة اللي محتاج تعملها انك لما تلاقي الايميل بتاعك او رقم تليفونك متسرب في اي حاجة من التسريبات اللي على المواقع دي، لازم تجري بسرعة تغير الايميل ده وتغير الباسورد بتاعته وتغير باسورد الخدمة اللي اتسربت منها البيانات. الشيء التاني المهم ان حضرتك ما ينفعش تستخدم كلمة سر واحدة وايميل واحد لكل الخدمات على الانترنت، لان زي ما شفت كده لو افترضنا ان الايميل بتاعك اتسرب وكلمة السر اتسربت، ايه اللي هيمنع اي حد يوصل للبيانات دي انه يجرب يدخل على المواقع المشهورة اللي ممكن تكون مشترك عليها بنفس كلمة السر والايميل؟ في الحالة دي بما انك بتستخدم نفس كلمة السر والايميل فكل سنة وانت طيب، كل حساباتك هتبقى في ايد الهاكر وساعتها مش هتقدر تعمل حاجة. هتقول لي طيب انا مش هقدر احفظ كل كلمات السر دي، لو حتى عملت كلمة سر وايميل لكل موقع هحفظهم ازاي؟ في الحالة دي يا اما هتكتبهم في ورقة او في ملف على الكمبيوتر، وفي الحالتين دي كارثة بكل المقاييس. طب ايه بقى نعمل ايه؟ شوف يا صديقي، العمل انك تستخدم برنامج باسورد مانجر. نوعية البرامج دي بتساعدك انك تحفظ كل كلمات السر بتاعتك في برنامج واحد في قاعدة بيانات متشفرة، وتعمل باسورد واحدة للبرنامج هي دي بس اللي هتحفظها. الموضوع بالظبط عامل زي الخزنة اللي بتحط فيها كل حاجاتك الثمينة، وتعمل الخزنة دي كلمة سر قوية محدش يعرفها غيرك. هتقول لي طيب ما هو ده اللي بيحط البيت كله في سلة واحدة، لو البرنامج ده اخترق كل كلمات السر بتاعتي راحت. لا ناصح، الحقيقة مش كده بالظبط. انت كده مستخدم باسورد واحدة حاليا لكل حاجة، فانت اي حساب هيخترق كل حساباتك التانية هتخترق، لكن الموضوع اسهل من اختراق برنامج الباسورد مانجر. البرامج دي بتستخدم تشفير قوي جدا للملفات وقاعدة البيانات اللي بيتم تخزين فيها كلمات السر، وصعب جدا انها تتكسر. هتقول لي طيب يا سيدي اقنعتني، ممكن اعرف بقى ايه افضل البرامج اللي ممكن استخدمها؟ شوف يا محترم، في برامج كتير جدا لحفظ كلمات السر، لكن في برنامج بيستخدمه اغلب خبراء امن المعلومات وهو مجاني ومفتوح المصدر او اوبن سورس. البرنامج ده اسمه KeePassXC. كل اللي هتعمله انك هتحمل البرنامج من الموقع الرسمي keepassxc.org واختار النسخة الخاصة بنظام التشغيل بتاعك، ولو بتستخدم ويندوز أو ماك أو لينكس براحتك. الخطوة اللي محتاج تتأكد منها كمان مش بس إنك بتستخدم كلمة سر لكل موقع أو إنك تحط كل كلمات السر دي في باسورد مانجر، محتاج كمان تفعل خاصية مهمة هتلاقيها في أغلب المواقع دلوقتي، وهي Two Factor Authentication. الخاصية دي مهمة جدا في تأمين الحسابات وكمان تأمين برنامج زي KeePassXC، وهي ببساطة إن الباسورد لوحدها مش كفاية عشان يتم الدخول للموقع أو الخدمة اللي أنت مشترك فيها، فأنت محتاج كود إضافي للدخول مع الباسورد. طبعا تقنية التو فاكتور أوثنتيكيشن دي لها معيار عالمي بتستخدمه أغلب الشركات الكبيرة، ولها تقنيات مختلفة ممكن تربط بيها الحساب بتاعك. أشهرهم طبعا الرسالة اللي بتجيلك على موبايلك بكود متغير في كل مرة بتدخل فيه للخدمة، لكن الحقيقة إن الرسائل بتاعة SMS أساسا مش آمنة ومش متشفرة. تقدر بقى تستخدم تطبيق مجاني من جوجل اسمه جوجل أوثنتيكيتور. التطبيق موجود على جوجل بلاي وتقدر كمان تستخدمه على الآيفون.
محتاج تدخل الحساب بتاعك على أي موقع أو خدمة بتستخدمها تكون بتدعم ال Two Factor Authentication وتفعل خاصية الدخول بخطوتين وتختار Authenticator App. في الحالة دي محتاج تربط الحساب بالتطبيق عن طريق QR كود هيظهر في حسابك. بالرغم من ان جوجل اوثنتيكيتور بقى من اشهر التطبيقات اللي بنتكلم عنها دي واللي بتتيح فكره الدخول بخطوتين عن طريق تطبيق بيعمل ارقام عشوائيه لكل حساباتك، اضافه طبعا لكلمه السر واسم المستخدم، لكن في تطبيقات تانية افضل منه الحقيقه، لانه في بعض المشاكل ناس كتير جدا مش واخده بالها منها. اولا التطبيق مفيش فيه وسيله لعمل لوك، وكمان مفيش باك اب من الاكواد للتطبيق. لو لا قدر الله تليفونك ضاع او اتسرق او حتى غيرت التليفون ممكن تفقد الدخول لحساباتك كلها للابد. تقدر تستخدم برامج تانية أفضل كتير من جوجل أوثنتيكيتور. عندك مثلا برنامج أوسي، ده برنامج موجود مجاني على البلاي ستور وفيه بعض المميزات اللي أفضل من جوجل أوثنتيكيتور. عندك كمان تطبيق مايكروسوفت أوثنتيكيتور وده مجاني برضه. في تطبيق تاني اسمه وان باسورد لكن ده مش مجاني. عموما أيا كان التطبيق اللي هتستخدمه فلازم تعرف إيه مميزاته وعيوبه وتفهم هو بيشتغل إزاي وتكون فاهم إزاي تعمل باك اب من التطبيق ده. في تقنيات تانية ظهرت برضو لحماية الحسابات باستخدام U2F أو Universal Two Factor Authenticator، ودي عبارة عن USB خاصة عليها بيانات خاصة بيك، ممكن تكون بصمة الأصابع ومن أشهرها طبعا YubiKey. بالرغم من إنه لسه مش رخيص لمعظم الناس، لكن الحقيقة إن مفيش أي حاجة أغلى من بياناتك، خصوصا لو بياناتك حساسة وفجأة تم اختراقها أو تسريبها. ايه تاني بقى تقدر تعمله علشان تحمي نفسك من التسريبات وسرقة البيانات؟ هي انك ما تركبش اي برامج مش عارف مصدرها او مش موثوق فيها على الكمبيوتر او الموبايل او حتى البراوزر. ما تربطش كمان حساباتك ببرامج كتير، يعني ما تعملش لوج ان بتطبيقات في الفيسبوك بالجيميل او اي خدمات تانية، افصل كل خدمة لوحدها احسن. اعمل كمان ابديت لكل البرامج والانظمه اللي بتستخدمها واستخدم انتي فيروس ويا ريت تشتريه، بلاش بقى موضوع الكراك ده لانك كده بتعرض نفسك للاختراق بسهوله. الحاجه الاهم بقى انك تتابع وتتعلم امن المعلومات والحمايه على الانترنت، وتتابعنا طبعا عشان تعرف كل جديد في المجال. استنونا في حلقه جديده وتيك توك على القاهره والناس.